في 5 حاجات لو عرفتوهم مش بس هتخلوا الناس تحبكم من اول مره تشوفكم فيها، لا ده كمان اول ما يشوفكم داخلين عليهم هيحسوا بالامان، اللي هو الشخص المفضل بالنسبه لنا وصل، او الشخص الجميل اللي هيدينا دلوقتي طاقه ايجابيه وهيسمعنا وهيحتوينا جه. هقول لكم عليها. اول حاجه الاحتواء. مين فينا مش بيحب حد يحتويه ويطبطب عليه وهو زعلان؟ لما اعرف ان في حد متضايق يا جماعه ما اقولش معلش كل واحد فيه اللي مكفيه، طب ما انا كمان زعلانه، كان مين مش عارفه ايه. لا، اول ما نعرف ان في حد زعلان بنروح بنتابع معاه، ايه يا بنتي اللي حصل، طمنيني عليكي، انت عامله ايه. ولما تبدا تحكي لي اقول لها اكتر كلمه بجد مريحه نفسيا: معلش انا حاسه بيكي، وانت فعلا الموضوع ده يستاهل ان انت تضايقي. عشان بجد اكتر حاجه بتفرق مع الناس او اكتر حاجه بتريح وبتطمن الناس ان انتوا تحسسوهم ان انتوا حاسين بيهم وان انتوا فعلا مقدرين حزنهم وزعلهم ومش شايفين ان هو حاجه تافهه او انه حاجه بسيطه. وحاولوا دايما ما تعلوش عليهم، او مثلا تقولوا لهم امال انا اعمل ايه، او ابدا اقول لها انا برضو زعلانه وانا كذا وكذا وكذا، وابدا اخد منها الاهتمام وادي كل حاجه لنفسي واقلب الموضوع كله مره واحده عليا واقعد اتكلم عن نفسي، بدل ما المفروض ان هي اللي زعلانه وانا المفروض بهتم بيها وانا اللي بحتويها وبطبطب عليها. كوني طبيعيه مش مثاليه. الناس ما بتحبش يقعدوا مع شخص كل اللي بيعمله ان هو يتكلم عن انجازاته وقد ايه هو شاطر وقد ايه هو جميل وقد ايه هو شخص محبوب وذكي والناس كلها بتحبه والناس كلها بتقوله ان هو ذوقه حلو وشيك. خالص الناس ما بتحبش تقعد مع حد هو بيتكلم عن نفسه بس وبيبين ان هو انسان خطير مفيش منه. لا، الناس بتحب الشخص يبقى طبيعي. يعني مثلا لو غلطت في حاجه شفتي ده انا عملت حاجه غلط، ده انا مش عارفه ايه، ده انا حاسه ان النهارده ما كنتش احسن حاجه، ده انا غلطت في الموضوع ده. فالناس بتحب ان احنا نبقى طبيعيين مش مثاليين. افتكري دايما التفاصيل الصغيرة. الناس بتحب ان الناس اللي حواليهم فاكرينهم ومهتمين بيهم. افتكري مثلا الشخص ده بيحب اكلة ايه اكتر حاجة، بيحب يروح فين، تاريخ مثلا مميز هو بيحبه، يوم عيد ميلاده مثلا، اي حاجة. بجد في التفاصيل دي بتفرق جدا مع الناس اللي حواليه. الحاجات دي بجد بتحسسهم قد ايه هم مهمين بالنسبة لنا. شاركي الناس حياتك او شاركي الناس اي حاجه هي مهمه عنك او اي حاجه خاصه بيكي. يعني الناس ما بتحبش يقعدوا مع حد هو غامض ما يعرفوش عنه اي حاجه. الناس بجد يا جماعه اكتر حاجه ممكن ينفروا منها الانسان الغامض اللي ما بيتكلمش، الساكت تماما، لان ده مش بيديهم شعور متبادل كده بان هم مرتاحين مع بعض في القعده او في الكلام. لا، الناس بتحب اللي يدي تفصيل عنه، اللي هو انا بحب كذا ما بحبش كذا، دي الحاجه المفضله بالنسبه لي، ليا ذكريات حلوه ليا ذكريات وحشه. الناس بتحب بجد تبقى قاعده مع شخص هم حاسين ان هم عارفينه، مش مجرد شخص قاعد معاهم مش عارفين عنه اي حاجه غير اسمه بس وقاعد بيسمعهم هو، او مثلا قاعد بياخد منهم كلام مش اكتر. لا، اتكلموا عن نفسكم مع الناس اللي انتوا فعلا حاسين حبهم ليكم مهم بالنسبه لكم. ما تحكميش عليهم. وانا كنت قايله نقطه زي دي في الفيديو اللي فات، لو ما شفتوهوش ارجعوا شوفوه وهحط لكم اللينك بتاعه في الكومنتس. ما تحكموش على الناس ما بتحبش اللي بيقعد يحكم عليهم وبينظر عليهم. الناس بتحب تحس ان هي متشافه بصوره كويسه، مهما احنا حكينا عن نفسنا حاجه مش حلوه او موقف مش الطف حاجه بنحب دايما نبان ان احنا كويسين وان احنا عادي. فما ينفعش ان احنا نفضل باصين لهم بطريقه اللي هو انت انسان مش كويسه وابدا احكم عليها من الموقف اللي هي حكيها لي عشان هي بترتاح لي، فنبدا ان انا اقيمها بصوره مش حلوه خالص. عايزه بقى الخص الفيديوهين دول في كلمتين انا عايزه اقولهم. الناس يا جماعه بسيطه جدا. اي حد فينا بيحب يحس ان هو محبوب، ان هو متشاف، ان هو مميز عند الناس اللي هو بيميزها، ان محدش بيتجاهله، ان الناس اللي حواليه بيحبوه، بيحكوا لهم اسرارهم، ما يعرفش عنهم اي حاجه صدفه، او مثلا يتعاملوا معاه ببرود بطريقه مش احسن حاجه، يهمشوه، ما يوجهولوش كلام. لا، الناس بتحب تحس ان هي متشافه وان هي متقدره وان هي محبوبه من الناس اللي هي بتحبها. عرفت ان صاحبتي عندها مشكله ما اقولش خلاص دي مشكله تافهه وانا اقيمها من وجهه نظري واحكم ان صاحبتي دي تافهه ومشكلها تافهه، وابقى مش شايفه ان حد مهم غيري انا ومشاكلي وحياتي وحكايتي، فابدا اقيم اللي هو خلاص مش مهم، مش مستاهله تزعل اصلا، واقيم حياتها من وجهه نظري. لا، عرفت ان صاحبتي في حاجه مضايقاها اقعد اتابعها اكلمها، اي حد عموما، لان الفيديو ده مش للصحاب بس، هو لاي حد. فاهتم بالناس، اهتم بمشاكلهم، اهتم بالحاجات اللي بيحبوها واللي مش بيحبوها. اي حاجه احنا حابين ان هي تتعامل معانا احنا نعملها مع الناس. سهله قوي 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 ان انت تكسب قلب اي حد طول ما انت انسان طيب بتفكر في اللي حواليك بتراعي مشاعرهم. وسهل جدا تخسر الناس لما تيجي تعمل اي حاجه عكس اللي انا قلتها. تجاهل الناس، ما تعبرهمش، حد قالك حاجه ما تهتمش بيها، ما تردش عليه، طنشه، اختصر كده في الكلام وفي الرد، باله ان هو مش مهم عندك، ما تميزهوش وما تديهوش اهتمام.
وخليه يعرف اي حاجه عنك صدفه في اي وقت باي طريقه، وحسسه انه شخص عادي جدا جدا جدا، وان انت في ناس كتير بتحبها اكتر منه، وان هو مجرد انسان عادي عابر في حياتك، موجود اهلا وسهلا، مش موجود عادي مش فارق معايا. مش عيب اننا نشتغل على نفسنا، ومش عيب ان احنا لما نشوف ان احنا في ناس كتير مش بتستلطفنا او ناس كتير مش حابانا ان احنا نغير في نفسنا. لا، ساعات احنا بنبقى غلط بس احنا مش عارفين ان احنا غلط، فمش عارفين احنا نحسن ايه فينا او احنا ايه اللي نعدله. لكن طالما احنا عرفنا ايه الحاجه اللي احنا مقصرين فيها او ايه الحاجه اللي احنا محتاجين نشتغل على نفسنا فيها، ان احنا نعملها وما نترددش ابدا. لو عجبكم الفيديو ده سيبولي كومنت وما تنسوش السبسكرايب. باي.